سألت صاحبي: أين صليت الفجر اليوم؟ لم يستطع الإجابة. توجه خلف السيارة، توضأ ثم صلى. سبحان الله، سبحان الله، لم يبق على صلاة الظهر إلا قليلا، وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن. أي حياة هذا؟ وكيف سيكون حاله لو مات على هذه الحال؟ وفي ذمة من سيكون؟ إن صلاة الفجر تشتكي فجرا ومقاطعة لشباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم. إنك لتحزن أشد الحزن على حال الأمة، وهي تمر في أحلك الظروف وأشد المواقف، وإلى الآن لم ترجع إلى ربها، إلى الآن لم تراجع حساباتها. لي فيك يا ليل آهات تردد، أواه لو أجدت المحزون أواه. أن التفت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحا. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا رب عفوك، يا رب عفوك، لا تأخذ بذلتنا. ارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، لما وصلنا إلى الشاطئ عطيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا، لأن الحافظ الله. أبشر يا من حافظ على صلاة الفجر وباقي الصلوات في الجماعة، فأنت في ذمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. قال أهل العلم: في ذمة الله يعني في حفظ الله ورعايته. قالوا يعني إذا مات من يومه أو ليلته دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان الصبح والعصر. أبشر يا مصلي الفجر وباقي الصلوات في المسجد بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم